يا صباح الفل، ده يوم من أيام سنة أولى جواز، وفلوج النهاردة بقى طويل شوية تعويضًا بقى عن الأجازة اللي خدتها. تعالوا آخدكم معايا في يومي النهاردة وأقول لكم عملت إيه. أول حاجة كده بدأت أعملها إن أنا أحضّر فطار، فحضّرت كده بيض بالبيفي بيبقى طعمه حلو أوي، حمّرته كده شوية، بعد كده بقى عملت كوبايتين شاي كده حلوين، خلّصت فطار وقُمت بقى قُلت أشوف كده المطبخ محتاج إيه. أول حاجة كان عندي شوية مواعين كده في الحوض فغسلتها بقى، وبعد كده بقى شغّلت الغسالة على غسيل اللي كان عايز يتغسل، ودايمًا بتسألوني عن الغسالة فأنا مش عارفة هو المهندس اللي قايل لي باشغّلها إزاي والله، فمش هاقدر أفيدكم في الحتّة دي. طلّعت بقى لحمة ولحد الآن ما كنتش عارفة هاعملها إيه، فسِبتها كده تفُك وقُلت بعدين نشوف. قعدت بقى أكتب شوية حاجات كده في الnotebook بتاعتي وأنا قاعدة كده قدّام بقى البلكونة وفي نسمة هوا كده جاية، بجد كنت مبسوطة أوي. بعد كده بقى طلعت نشّرت الغسيل كده وعملت بقى ماسك لشعري، الماسك ده باعمله بيبقى خطير، هو عبارة عن حمام كريم طبيعي للشعر وبجد بيبقى تحفة. بعد كده بقى صوّرت فيديو يوتيوب كده علشان ينزل لكم النهارده، ودخلت بقى كنت جايبة فول وفول مدشوش كده علشان أعمل فول وفلافل، فنقعتهم كده في شوية مَيّة وسِبتهم بقى لحد بُكرة علشان أعملهم. قررت بقى إن أنا أعمل الغدا لوبيا، كان بقى لي كتير جدًا من أول الجواز طبعًا ما عملتهاش، ففكرت في الفكرة دي وقُلت فكرة حلوة، نقعت اللوبيا كده في شوية مَيّة سخنة، بعد كده بقى سويتها في حلة لوحدها، فرمت بقى كام بصلاية كده، وبجد باحب البصل أوي في الأكل، باحس إن هو بيدّي طعم كده حلو جدًا. حمّرت بقى اللحمة كده، وأنا باحمّر اللحمة من غير أي مادة دهنية خالص، باخلّيها إن هي تتلوّن كده وتاخد glaze شوية، وبعد كده باحط لها شوية مَيّة مغلية واسيبها بقى تستوي خالص. عندي بقى شوية خيار في التلاجة كده قرّبوا إن هُم خلاص يجيبوا آخرهم، فقُلت بقى أعملهم مخلل، فحطيتهم كده في علبة مع بعض، حطيت عليهم بقى قرون فلفل حامي كده، وحطيت معاهم معلقة توم كده صغيرة، شوية نعناع مجفف أو اللي هو الأخضر، شوية ملح، ومعلقة كبيرة كده من السكر، وحطيت عليهم كمان ورقة من ورق اللورا، وشوية خل كده، وغطيتهم بقى بالمَيّة، وحطيتهم في العلبة كده وسِبتهم على جنب لحد لمّا يتخللوا. قُلت بقى أعمل طبق سلطة حلو كده جنب الأكل، فعملت طبق سلطة كده بسيط، خيار وطماطم وفلفل وشوية كرنب أحمر. بعد كده بقى بدأت أجهّز الأكل، بعد ما اللحمة استوت كده شوحتها في بصلاية، حطيت عليها الصلصة اللي أنا مفرّزاها، وحطيت اللوبيا بعد ما كنت طبعًا مسوياها على النار. بعد كده عملت معاها بقى رز بالشعرية، وأنا مصورة لكم الوصفة بقى كلّها وهانزّلها لكم. بعد كده بقى عملت طشة كده لللوبيا عبارة عن هريسة شطة، شوية سمنة، وفص توم كده مفروم، وعايزة أقول لكم بقى بتنقل اللوبيا يا جماعة في حتة تانية، بجد بيبقى طعمها خطير. خلّصت بقى الأكل كده وسِبته يستوى، وبعد ما استوى طبعًا بقى غرفنا كده واتغدينا، وبجد الأكل كان طعمه تحفة. بعد الغدا طبعًا كان عندي شوية مواعين كده فغسلتها بقى، وروّقت المطبخ كده وضبّطت الدنيا، وكنت طبعًا بقى ناسية البوتاجاز فعملته بوايبس الدهون دي، بصراحة بتسهّل عليَّ جدًا لمّا يكون البوتاجاز مش متبهدل أوي، باخد كده منديل